السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الفتاح بوبكري. تحياتي لجميع المتتبعين والمتتبعات داخل وخارج أرض الوطن. سهل باش تبيع العود أخوتي، ولكن صعيب باش تشري. وملي كنقولو صعيب باش تشري، بزاف ديال المشقة وبزاف ديال العناء وبزاف ديال التعب كيعرفو غير اللي مجرب. المهم الحصان قدامكم من خيرات فيصل خوتي، كلشي قدام عينيكم. هو المقطع ديال الفيديو، شوفوا العنق ديالو وشوفوا الحصان كيفاش داير. العود معروف الخوت كما قال لي السيد، دابا يتفاهم مع مولاه. النمره قدامكم، هادشي اللي كاين. وعلاش قلت لكم في البدايه بالنسبه للوريقات ما عندوش الخوت. دابا ندوزو لموضوع اخر. علاش قلت لكم صعيب باش تشري؟ كيمشي شي واحد بوحدو ما عارف والو وكيصدق في شي حوايج، كيلقى حوايج اخرى. كيلقى العود ما خدامش او مريض. هادشي علاش اللي بغى يمشي يشري شي عود يديه مع شي حريف ما فيها باس الا خلص عليه غداء ولا خلص عليه عشاء ولا هادي، باش هكا كيكون مزيان. الا لاحظتوا في الفيديو السابق ديال خريبكا اللي حطيت لكم، السيد خلص العود ناضي سلامات، جابو للدار، داه يقاد ليه رجلين كيلقى فيه الشعير. هنا نتوما كمتتبعين عندكم معلومات، عندكم ما يفيد، واخا توريو الناس كيفاش يقلبوا. كاين واحد الطريقه وقيلا كيضربوا بها الحافر، الا تقصح يمكن كيكون فيه الشعير ولا هادي، كيكون فيه الزرع. ضروري الواحد يدي معاه شي حريف اخوتي، راه ماشي كلشي فيه المعقول. راه ولاد الناس قلال، راه كاين اللي كيبيع لكم الغدر وكاين اللي كيفرش لكم على الغدر اخوتي غير باش تعمل فائده. وهذاك اللي خدا منه داك العود راه خصو يرد ليه الفلوس ديالو اخوتي، خصو يرد ليه فلوس. هادشي اللي بان ليا انايا. والناس قال لك الا كان فيه الزرع راه غيكون عارفو مولاه، والناس اللي شافوه عرفوا باللي راه قديم واش شهراين واش هادي. وكاين دابا كيديروا الخدع مثلا كتجي كينقص ليه من الماكله وكيبان لك انت ناقص، كتقول غنمشي نتهلا فيه. فوا تهلا فيه في الماكله كيبان كيرزم ما يقدرش ينوض. هادشي اللي كاين اخوتي. واللي كنوصيكم الواحد اللي بغى شي حاجه صفي تشرب داكشي اللي تبغي راسك بغيه للناس. مابقاوش تفرشوا الناس على الغدر. بنادم يضرب الطريق ويضرب هادي. انا حز ليا في خاطري السيد مسكين داك شرا لولدو، الولد صغير فرحان به، وشوف دوك الفلوس يعلم الله مسكين كيفاش جمعها. شحال ديال تماره تلقى حيدها من شحال من حاجه باش يفرح ولده، وها هو نكدها عليه. دابا هادشي هذا ما فهمتش اخوتي انا الناس كيفاش كيديروا، واش ما عندهم ضمير واش ما. كلشي كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ملي كنشوفوا شي حوايج بحال هكا كتحز في الخاطر الخوت. طولت عليكم وكنعتذر، وان شاء الله نقدر ندير لكم فيديو على داك العود نشوفوا كيفاش. الا ما بغاش يرد لي راه هضرت معاه قلت ليه رد للسيد رزقو، الا ما ردوليش ديك الساعه يكون كلام اخر ان شاء الله. يلا خوتي دوزو بخير.